السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ الستريبس. الفراخ دي محبوبة الأطفال والكبار. هنشوفوا طريقتها وإزاي تطلع معانا مقرمشة ومستوية من جوه. شايفين الجمال واللون الجميل ده؟ هنشوف هنعمله إزاي، وطريقتها سهلة جدا وبسيطة. تعالوا كده مع بعض نقول بسم الله ونبدأ طريقتنا. في بولة هنزل بكوباية كبيرة من الدقيق ده أنا نخله كويس. بعد كده هنزل عليه بالملح، فلفل اسود، هيل مطحون، توابل فراخ، بابريكا، كركم. وهقلب كل المكونات الجافة دي مع بعض الأول كده كويس، وبعد كده هنزل بالباقي. معايا معلقتين كبار من النشا أو الكورن فلاور. بعد كده هنزل بمرق الدجاج بودر، وهقلب برضو كل المكونات دي مع بعض كويس. هنزل عليهم بكوباية من اللبن، قلبي كويس جدا. انا عايزه الخليط يبقى كريمي، مش عايزه فيه اي تكتلات. قلبته حلو قوي بالمضرب السلك. بعد كده هنزل عليه بمعلقه صغيره من الثوم المفروم. الثوم ده بقى هيديني نكهه حلوه قوي للفراخ بتاعتي. طبعا ما ننساش الليمون، عصره ليمونه كده حلوه وتكون كبيره، بعصرها على الخليط عشان يديني طبعا نكهه ويديني مزازه كده للفراخ بتاعتي. ولازم اي حاجه فيها فراخ لازم الليمون. قلبي كويس واخلطي الثوم واخلطي الليمون في الخليط. بعد كده هنزل بنص كوباية من المية. هخلط كويس جدا لحد ما الخليط يتجانس كله مع بعضه زي ما احنا شايفين. خلاص كده تمام. هبدأ بقى أكون مجهزة الفراخ بتاعتي عشان أنزل بيها في الخليط الجميل ده. أنا الفراخ بتاعتي هنا معايا صدور فراخ، الكمية اللي انت عايزاها واللي انت حباها. مقطعاها زي ما احنا شايفين. أنا مقطعاها هنا قطع يعني سميكة شوية، علشان مش عايزة قطعة الفراخ تبقى معايا محجرة أو تنشف مني في التحمير. خلاص. طبعا هجيب الفراخ بتاعتي ديت، هبدأ أنزل بيها في الخليط ده بالكمية اللي انت عايزاها زي ما قلنا. الخلطة دي بقى ممكن تقعدي فيها الفراخ ساعتين 3 4 زي ما انت عايزة. ممكن كمان تبيتيها في التلاجة من بالليل، بس اهم حاجة ان انت تغطيها بستريتش راب كويس جدا، او تغطيها بغطا محكم. يعني لو هتحطيها في علبة يبقى لها غطا عشان تتقفل كويس معاكي في التلاجة. قلبتها خلاص كده. انا بقى هركنها هنا يعني تقريبا ساعتين وهبدأ اشتغل فيها. خلاص. جبت علبة عندي، دي اسهل طريقة ممكن تتعمل. هبدأ احط فيها التتبيلة الناشفة بتاعتي. هنزل بكوبايتين من الدقيق. عايزة بقى تعمليها في كيس مفيش مشكلة، بس انا بقول لكم الحاجة اللي هتريحكم في التقليب. نفس التوابل اللي نزلنا بيها في الخلطة الأولانية هننزل بيها هي في الخلطة الناشفة. ملح، هيل مطحون، توابل فراخ، فلفل أسود، بابريكا، كركم، ومعلقتين كبار من النشا. هنا زيادة هنحط طبعا دي برضو مرقة الدجاج زيادة. هنا بقى على الخلطة ديت حطيت معلقة كبيرة من البيكنج باودر. قلبت كل المكونات كده مع بعض كويس في الدقيق، وهبدأ بقى أشتغل فيها. الفراخ بتاعتي جاهزة، قعدت في التتبيلة. بدأت أطلع بقى منها كده بالراحة، وهحط في الخلطة الناشفة دي، وهبدأ أغطيها بالغطا بتاعها كويس جدا. دي أحسن وأسهل طريقة ممكن تعملي بيها الستريبس عشان ما تبهدلكيش الدنيا. هغطي العلبة كويس وهبدأ أرجها كده زي ما هي وهي مقفولة. هعين الغطا وأبدأ أطلع الفراخ بتاعتي من الخلطة الناشفة ديت. هتاخد شكل لوحدها يعني. عارفة لو حطيتي بقى في طبق وقعدتي تحطي وتقلبي وكده مش هتبقى معاكي بالجمال ده. يعني هتاخد شكل كده الفراخ الستريبس الجاهزة. دي احسن طريقة. لو ما عندكيش علبة بغطا ممكن كيس بلاستيك عادي من اللي هو كيس التلاجة. هتحطي فيه الخلطة دي وتتبليها وتبدأي تنزلي فيها الفراخ، وهتقفليه بايدك من فوق وتبدأي ترجي كده لحد ما الفراخ كلها تتغلف بالخليط الناشف ده. هعمل الكمية بتاعتي كلها زي ما احنا شايفين. حطيت تاني كده جنب بعض، وحاولي ما تكتريش في الفراخ علشان كلها تتغلف مع بعض. يعني ما نحاولش نحط كمية كبيرة علشان الفراخ كلها تتغلف معايا، ما لقاهاش كلها عجنت في بعضها.
طبعا الخليط معاكي بدأ يبقى فيه قطع كده صغيرة من الخلطة السايلة، بتاخدي الخليط الناشف ده تنخليه كويس جدا بأي مصفى بأي منخل، علشان تشيلي الكلاكيع الصغيرة اللي فيه ديت أو الحاجات اللي بتنزل من الفراخ، وتبدأي تاني تحطي في الفراخ بتاعتك في الخلطة النضيفة، علشان ما تشيلش معاكي تكتلات كتير في الفراخ وتبهدل الدنيا. عملت الكمية بتاعتي كلها، هكون مجهزة زيت غزير. أول ما الزيت يسخن معايا هنزل بالفراخ كده بالراحة، واكون بقى بعد طبعا ما الزيت سخن معايا هعملها نار متوسطة، عشان انا عايزة الفراخ معايا تاخد لون ذهبي من بره، ما لاقيهاش مثلا اتحرقت مني من بره والاقيها من جوه لسه ما استوتش. انا عايزة نار متوسطة وتحت المتوسطة، علشان الفراخ تستوي معايا كويس من جوه وتاخد لون ذهبي من بره وتبقى كريسبي جميلة. اولا مع معلقتين النشا اللي احنا حطيناهم على السوائل في الخلطة السايلة وفي الخلطة الجافة، هتخليلي الفراخ من بره كريسبي وناشفة، ومن جوه طرية وجوسي وجميلة جدا. زي ما احنا شايفين بالراحة كده بقلب على الجنب ده اول ما ياخد لون، ببدأ بقى اكون محضرة مناديل المطبخ. شايفين اللون بتاعها شكله ايه جميل جدا. ممكن بقى الفراخ دي تعملي جنبها البطاطس المقرمشة. انا هنزل لكم لينك الفيديو، عامله لكم بطاطس مقرمشة قبل كده في فيديو بتتبيلة جميلة جدا تتعمل جنبها جنب مكرونة. عايزة تحطيها برضو في العيش سندوتشات جميل جدا، زي ما انتي حابة تاكليها كليها. اهم حاجة عملنا حاجة نضيفة في البيت بنفس التست وبنفس الطعم، بل احلى كمان، يعني طعم احلى واجمل من الجاهزة. هطلعها بقى اصفيها كويس على مناديل مطبخ. شايفين اللون وشايفين الجمال، جميلة جدا. إيه تبدأي بقى تجهزيها تحشيها زي ما انت حابة، عايزة تعمليها في سندوتشات، عايزة تحطيها جنب مكرونة. برضو البطاطس المحمرة بالتتبيلة الجميلة اللي احنا عملناها قبل كده، ممكن تعمليها جنب الفراخ المقرمشة ديت، هتاكليها كده من غير اي حاجة، كليها بطبق سلطة خضراء، بجد طعمها رائع جدا. يعني انت لو عملتيها مرة الولاد عندك مش هيبطلوا يطلبوها، هيقولك اعمليها لنا على طول. الطريقة سهلة وبسيطة والطعم مفيش أجمل من كده. تاكليها بالشكل اللي انت عايزاه والطريقة اللي انت عايزاها، أهم حاجة تتبيلتنا جميلة. عايزاكم حبايب قلبي تجربوا التتبيلة الجميلة دي في الفراخ الستريبس، هتعجبكم جدا وهتطلع معاكم الفراخ كريسبي طعمها رائع. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك، وبألف هنا.